مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتنا عالم اليوم. اليوم نأخذكم إلى قلب واحدة من أعنف الأزمات الإنسانية والسياسية التي يشهدها العالم حاليا، السودان. بلد كان يحلم بالسلام والديمقراطية بعد ثورة أطاحت بحكم دام لعقود، لكنه وجد نفسه غارقا في حرب شنيعة بين الجيش وقوات الدعم السريع. ما يحدث في السودان ليس مجرد صراع داخلي، بل هو مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى: قتل ونهب واغتصاب، ومدن تحولت إلى أطلال، وشعب بين مطرقة الميليشيات وسندان التجاهل الدولي. كيف بدأت هذه الحرب؟ من هي الأطراف المتورطة؟ وما دور القوى الإقليمية والدولية في تأجيج هذا النزاع؟ في هذه الحلقة سنكشف لكم تفاصيل ما يجري في السودان، من الفوضى على الأرض إلى المعاناة التي يعيشها الشعب. ابقوا معنا لتتعرفوا على القصة الكاملة التي يغض عنها العالم، في الوقت الذي يغض فيه العالم عن ما يحدث في السودان من حالات قتل ونهب واغتصاب من قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات. نرى الجيش السوداني يحاول بكل ما أوتي من قوة لاستعادة أرضه من الميليشيات والمرتزقة التي جاءت إلى السودان لنهب ثروته وسرقة شعبه وإرسالها إلى الإمارات. فلقد قرر حميدتي أن يحرق السودان ويقتل أطفاله ويغتصب نسائه ويرتكب أبشع المجازر في حق الشعب السوداني. وإليكم تقرير عن ما يحدث في السودان ويغفله العالم بأسره. اندلع الصراع في السودان بين الجيش النظامي بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال حميدتي في عام 2023. جاءت هذه الحرب على أنقاض أحلام ثورة 2019 التي أطاحت بنظام عمر البشير، ليكشف بعدها عن صراع داخلي محموم على السلطة. منهم الجنجويد. تشكلت قوات الدعم السريع من قبائل بدوية عربية في دارفور، لعبت دورا رئيسيا في الصراعات الدامية منذ عام 2003. مع مرور الوقت أصبحت جيشا موازيا بفعل الثروات الضخمة التي حققتها من تهريب الذهب، مما أثار المخاوف داخل المؤسسة العسكرية السودانية. تنظر الأوساط السياسية والعسكرية إلى هذه القوات على أنها دولة داخل دولة، بتهديدها المباشر لوحدة القوات المسلحة السودانية. المشهد الإنساني حين يصبح الموت طقسا يوميا. المقابر الجديدة في أم درمان. وسط صخب الموت المستمر، أصبحت مقبرة أحمد شرفي بأم درمان شاهدة على الفوضى الإنسانية. لم تعد الساحات الشبابية ملاذا للأمل، بل تحولت إلى حقول للموت. حفار القبور يعملون بلا توقف في مشهد يومي ينضح بالكآبة واليأس. جنازة محمد آدم. قتل محمد آدم عندما أصابته قذيفة وهو مسترخٍ في فناء منزله. ابنته إيمان وجاره أسامة التقطوا بقاياه. بعد ساعات قليلة حمله رجال الحي في كفن متواضع إلى مقبرة المدينة. مثل معظم الضحايا لم يغسل جسده، إذ باتت حالة الموت تتطلب دفنا عاجلا. أرقام مأساوية للضحايا. في أكتوبر 2023 وحده قتل أكثر من 700 مدني، بينهم أطفال ونساء، بسبب القصف المتبادل. تشير تقديرات لوموند إلى أن الحرب أودت بحياة أكثر من 150 ألف مدني، من بينهم آلاف ماتوا جوعا أو مرضا في المناطق المحاصرة. دفن الجثث في كل مكان. في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، لا تمر معظم الجثث بالمستشفيات أو المشارح. تدفن بشكل عشوائي في الحدائق، تحت الأشجار، أو على جوانب الطرق. في هذه الفوضى تدفن حيث تموت. يقول حفار القبور عابد ديرما، الذي ينظم بين 15 و40 جنازة يوميا. الخرطوم، العاصمة التي مات قلبها. دمار شامل في أم درمان. من يتجول في الخرطوم وأم درمان الآن يواجه مدينة أشباح. الساحات التاريخية دمرت بالكامل، وأصبح سوق الذهب الذي كان ينبض بالحياة صفا من الأنقاض. تفوح في كل مكان رائحة البارود والموت، فيما تتناثر الملابس المتفحمة والطوب الأحمر المحطم في كل زاوية. معاناة النازحين. تتعرض المدارس التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين لقصف عشوائي. منازل المدنيين ليست آمنة، إذ تسقط القذائف بشكل يومي على الأحياء السكنية، لتحول الحياة إلى كابوس مستمر. الجانب العسكري. تقدم بطيء وخسائر متتالية. فشل قوات الدعم السريع في السيطرة على دارفور. حاولت قوات الدعم السريع السيطرة الكاملة على إقليم دارفور،
لكنها واجهت مقاومة شديدة من القوات النظامية. شهد الإقليم اشتباكات عنيفة أدت إلى انهيار الجهود اللوجستية للدعم السريع، ما أضعف قدرتها على التحرك بفعالية. خسارة جبل مويت ضربة استراتيجية قاسية. خسرت قوات حميدتي منطقة جبل مويت الاستراتيجية في ولاية سنار، التي كانت تعتبر نقطة محورية لإمداداتها. مع غياب خطوط الإمداد القريبة، باتت تعتمد بشكل أساسي على قواعدها الخلفية في دارفور، مما زاد من صعوبة استمرارها في الحرب. عمليات النهب، اقتصاد الخراب والفوضى. نهب منظم واسع النطاق. لم تقتصر الحرب على القتال الميداني، بل شملت عمليات نهب شاملة. في الخرطوم تمت سرقة البنوك، المصانع والمكاتب التجارية، بينما جردت المنازل من محتوياتها. تشير تقارير إلى أن الممتلكات المسروقة تشمل معدات صناعية وأموالا نقدية ومواد ثمينة. في محاولة لتمويل العمليات العسكرية من خلال النهب، تحول السوق السودانية شلت الأسواق الرئيسية، وأصبح بيع الذهب والمجوهرات يتم عبر شبكات تهريب غير شرعية. أصبح الوصول إلى السلع الأساسية كالغذاء والدواء شبه مستحيل، مما فاقم من الأزمة الإنسانية. التوتر الجيوسياسي، حرب الموارد والسيطرة الدولية. لا تقتصر الحرب على الجنرالين البرهان وحميدتي فقط، بل تمتد إلى تنافس قوى دولية وإقليمية على موارد السودان الغنية. الذهب، يعد السودان واحدا من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، ما جعله مطمعا للعديد من القوى العالمية. النفط والأراضي الزراعية، أصبحت المنافسة على هذه الموارد محركا خفيا لتأجيج الصراع، مع تدخل غير مباشر من دول تدعم أحد الأطراف. مع استمرار القتال ورفض الطرفين التفاوض، تبدو البلاد غارقة في دوامة من العنف والدمار. وأخيرا، يجب أن يقوم أشقاء السودان مثل مصر والسعودية وتركيا بدعم الجيش السوداني حتى ينتصر وحتى تعود السودان لشعبها. في ظل غياب جهود دولية حقيقية لإنهاء الحرب، قد تستمر الرقصة القاتلة إلى أجل غير مسمى، ما يجعل السودان نموذجا مأساويا للصراعات المعاصرة التي يدفع ثمنها الأبرياء. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.